يشعل الأرض تحت أقدام إسرائيل بتصريحات هزت العالم. رئيس وزراء إسبانيا خرج اليوم بموقف لم يكن متوقعاً، وقال بوضوح: إذا تلقينا رسالة من إسرائيل تطالب بتعليق بسبب رفعه علم فلسطين خلال احتفالات برشلونة، فأنا أجد هذا الطلب مضحكاً. نعم، مضحكاً. لكن سانشيز لم يتوقف عند هذا الحد، بل وجه رسالة مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلاً: إن الأولى بالمحاسبة، ليس لاعباً رفع علماً، بل من يمارس القتل والدمار ويحيل المنازل إلى أنقاض فوق رؤوس الأطفال والنساء. ثم جاءت الجملة التي أسقطت كل الأقنعة: ماذا ستفعل لو وجدت زوجتك وأطفالك تحت الركام؟ أما لامين يامال فقد أكد رئيس الوزراء أنه لن يعاقب، بل سيتم تكريمه، وأن العلم الذي رفعه سيبقى رمزاً إنسانياً في شوارع إسبانيا، موقف إنساني قبل أن يكون سياسياً. وفتى في 19 أو 10 من عمره فعل ما عجز عنه كثير من الكبار.